اكتر حاجة ممكن تغير لي مودي تماما هو ان انا اجرب اكلة جديدة، اجرب فاكهة جديدة. وانا في السوبر ماركت دخلت كده عند الفاكهة والخضار، لقيت انواع فاكهة شرق اسيوية وانواع فاكهة تانية مصرية، ايه كولكشن كده، حاجات جربتها قبل كده وحاجات ما جربتهاش. فيلا بينا نجرب مع بعض شوية حاجات جديدة. يلا بينا. اول حاجة متحمسة اجربها هي التفاحة دي. التفاحتين دول اشتريتهم من السوبر ماركت ب 22 جنيه، وقالوا لي ان هو تفاح مصري على كمثرى تقريبا، حاجة كده، بس هو يعني مصري. فيلا بينا. طيب اولا هي فعلا شكلها تفاح عادي جدا، بس الملمس من بره غريب واللون القشرة غريب، واعتقد انها طرية شوية. فلو هي تفاح على كمثرى، تعالوا بقى نجرب، هتكون شبه شوية الكمثرى التلاجة. ملهاش ريحة، بس هي كمثرى اكتر من انها تفاح، فطعمها كمثرى اكتر. ده انا جربته قبل كده، بس قلت اصوره معاكم تاني، وارد يبقى في حد ما جربوش ومش عارف هو ايه فيجربه. السنه اللي فاتت لما جبتها كانت حلوه قوي قوي قوي، مسكره سكر بس، وبعدين اشتريت بعدها 2 طلعوا وحشين قوي. فهنشوف مع بعض بقى اسمها ايه. اسمها الماس، اخرها صاد، يعني زي الماس، لا الماس. اوكي، بيتقال عليه يالو ميلون، لان هو طبعا يعني من فصيلة الشمام والشهد والكنتالوب وكل حاجة. عادي جدا الشكل التقليدي للكنتالوب. نعمل كده، بيبقى ناشف شوية، مش زي الكنتالوب، بيكون ناشف اكتر منه شويتين. نشيل كده. الفيديو قطع وانا بدوق، فندوق تاني. مسكر قوي، بيقرش، مليان ميه، لا لذيذ. احلى من الكنتالوب. بقالي كتير ما اكلتش كنتالوب حلو، فاعتقد انه لو جربتوها هيعجبكم قوي. الكيلو ب 24 جنيه، ف يعني الواحده تقريبا ممكن تبقى كيلو وربع، ممكن اصغر، فهي تقيله فبتوزن يعني. بس هو الكيلو ب 24 جنيه. يامي. ودلوقتي هنجرب الدراجون فروت. الدراجون فروت اللي هي مش عارفه اسمها، التنين تقريبا، فاكهه التنين. والسنه اللي فاتت انا جربت لونها فوشيا كده، بينك، خطيره، وقلتولي لا البيضه احلى. فعايزه اقول لكم انه دي البيضه. عارفين لو طلعت مش حلوه اهي. طبعا هي شكلها خطير. الكلام ده كله دي فاكهه استوائيه، مش قادره اقول لكم قد ايه مفيده جدا جدا. بس يعني يهمنا الطعم. ليه بقى؟ علشان دي من الفاكهه الغاليه، دي تعتبر اغلى واحده انا جبتها النهارده. بتطلع بسهوله جدا زي ما انتم شايفين كده اهي، بتتزحلق. بصوا، يلا ندوق. يلا بينا. هقول لكم بكام بس لما ادوق، شوف تستاهل ولا لا. لا خالص 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 خالص. شكل بس يعني، حتى اللي هي ايه، طب مش ندوق تاني يمكن تبقى احلى، ولكن لا، ولا البيضة ولا الفوشيا ولا يدفع فيها اي حاجة. دي كان عليها اوفر، الواحدة دي كانت ب 80 جنيه، بس هي اصلا كانت تقريبا الواحدة ب 160، فكان عليها خصم 50%. اكيد عشان وحشة، صح صح. وحشة.
هو انا حاولت معاها مره كمان. هو انا بجد كنت عايزه اوصل هي طعمها ايه. اوكي، تحسوها بالظبط اللي اكل شيا سيدز قبل كده، بذور الشيا. هي بذور الشيا في حاجه ملها في ميه وماسكين في بعض، مش مجمده. ميه ميه وشيا سيدز. هي دي تطلع طعم الدراجون فروت اللي هو اصلا حاجه لحد دلوقتي ملهاش طعم، بس هي شكل بس. اللي يشوفها يقول واو تحفه ولا اي حاجه. ولما تلاقوا عليها اوفر ما تشتروهاش، يعني هي اكيد مفيده بس مش مهم خالص نشتري حاجه احلى. لا برضو وحشه كل شويه اقول عليكي وحشه وارجعك مكانك. في باقي حاجتين، اخر حاجتين، الباشن فروت واللي عامله زي الحشره دي، مرعبه جدا جدا. بصوا عامله ازاي، بس انا هسيبها للاخر. تعالوا نشوف الباشن فروت اخبارها ايه. الباشن فروت اعتقد ان في منها مصري دلوقتي، لان في اختلاف كبير قوي وفرق كبير قوي في الاسعار. في منها الكيلو ب150 وفي منها الكيلو ب500 وب600 وب490. فاعتقد ده فرق ما بين مصري ومستورد. ده الرخيص او ده النوع المصري اللي انا جبته، او النوع الرخيص انا مش عارفه اذا مصري ولا لا، بس ده اللي الكيلو منه ب150. فاشتريت ربع كيلو بحاجه و30. نفتحها، يلا بينا نفتحها من النص كده، نشوف بقى ايه طعمها، ايه ريحتها، ايه. الله، لا واحده مش كفايه، انا فتحت واحده كمان بجد مش كفايه خالص، بس حلوه. ممكن تتحط على مثلا، ممكن تكون كانت في نكهه زبادي اكلته قبل كده. لكن لا، ريحه فيها من المانجا كتير، فيها طعم المانجا او ريحه المانجا. لا جباره، حلوه، تستاهلي، لا تستاهلي. يلا بقى نشوف ايه العفريته التانية دي. اسمها رامبوتان. مش عارفه اذا كنت بقول اسمها صح ولا غلط، بس هو ده اللي انا قريته. اشتريت منها 2 ب39 جنيه. اوكي، الاتنين يا ب39 يا ب38. مش عارفه بتتفتح ازاي، بس هي شكلها غريب وعامله زي الجلد كده. فهحاول افتحها زي، انا حاسه مش عارفه ليه، حاسه انها شبه الليتشي في حاجه. اللي ده الليتشي ممكن يحس كده قوي. جدا، هي شبه الليتشي جدا حتى من جوه. بصوا، ليتشي برضو نوع من انواع الفاكهه الاستوائيه اللي بقت موجوده في مصر وتحفه. ده الشكل زي ما احنا شايفين. الملمس برضو شبه ملمس الليتشي من جوه، او الجيلي او العنب المتقشر. يعني لو قشرتوا العنبايه كده، يعني محدش هيقشر العنب، بس هي كانها عنبه ومتقشره. اوكي، وبتطلع بمنتهى السهوله من الكفر الخارجي. ندوق. تمام، يعني فيها سكر، ملهاش ريحه. شبه الليتشي شويه، بس الليتشي احلى. مش مهمه، مش مبهوره، انا مش مبهوره. وفيها بذره زي بذره الزيتونه.